وقضيته الوطنية. في ثمرة تعبهم نبقى مع آيات من الذكر الحكيم والقارئ طارق السيف. الفائز بالمركز الثالث الصحفي الفلسطيني المصور حسن عبد الفتاح صليح عن صورة عناصر الدفاع المدني يحاولون إخماد حريق اندلع في مصنع تعرض للقصف الصهيوني. الجائزة $150. الحقيقة إلى كل العالم والذين يرفعون صوت شعبنا الفلسطيني أمام كل العالم، الذين ينقلون صوت المقاومة وصوت الحرية وصوت النضال والكفاح، صوت المظلومية وصوت المقهورين والمعذبين، صوت القدس والأقصى وصوت المقاومين في كل مكان، في جنين، في نابلس، في غزة، في الشتات. كل التحية للأسرة الصحفية الفلسطينية، كل الوفاء لشهداء وجرحى الصحافة الفلسطينية، وكل الاعتزاز بالأسرى من الصحفيين الفلسطينيين، متمنين لهم عاما كله خير وكله تألق وإبداع إن شاء الله رب العالمين. رسالة هذا الحفل هي رسالة يوم الوفاء، هي رسالة الوفاء والتقدير والإكبار لجموع الإعلاميين الفلسطينيين الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل هذه الرسالة المهنية وفي سبيل هذه القضية الوطنية. كما دائما نحرص على أن نقدم شيئا جديدا في كل عام، وتميز هذا العام بإعلان جوائز مسابقة الزميلة شيرين أبو عقلة في نسختها الأولى وبمحاورها المختلفة، لتكون نبراسا يقدم من خلاله الزملاء الإعلاميين إبداعاتهم وإنجازاتهم، ويحرصون على المشاركة فيها كجزء من التقدير الذي يستحقوه على هذا المحتوى وهذه الأعمال المقدمة من قبلهم.